شوك برجر. ده بقى المشروم، ده مشروم باين عليه المشروم. هو شوك برجر ده طبعا مشروم من اسمه يعني، كنا متلخبطين منه عشان اللون بس الصوص، بس ده مشروم صرف يعني. محبي المشروم. بيتكون قطعة لحم مشوي، جبنة أمريكي، خيار مخلل، بصل مكرمل، وتشوك مشروم، وطبعا بيتكون من مشروم يعني. طبعا المشروم يعني ايه، ده مشروم فريش. الناس بتاكل مشروم لان ايه، مش مشروم معلق، باين عليه اللي هو فريش. فندق ونقوله بسم الله. السندوتش ده عالمي، تشوك مشروم برجر. تجربة المطعم حلوة جدا، ما شاء الله. مش عارف بقى ايه، ممكن ارشح مثلا مشروم عجبني جدا اللي هو الشوك، ده اللي احنا عرفناه. التاني بقى الرينجو والتروبيكال، مش عارف مين التروبيكال ومين الرينجو. هنشوف بقى ايه، ندور كده ونشوف مين اللي عجبنا، نجرب تاني نشوف. نلخص التجربة بالنسبة لي. مايسترو برجر احنا جربنا طبعا البيف النهاردة، هو عنده جزء بارت خاص بالتشيكن، بس احنا كنا بنجرب بيف النهاردة، حلقة برجر بنجرب بيف. فبالنسبة لي الصوصات اللي عجبتني، هو طبعا الصوصات كلها حلوة، بس ترتيبي الشخصي اختار تروبيكال والمشروم، والرينجو هيبقى التالت. وعندنا طبعا الرانش حلو جدا، والسبايسي كويس. الرانش طبعا مع التشيكن، لو جربناه مع التشيكن هيبقى جامد خالص، رانش حلو. فده ترتيبي الشخصي، وبطاطس حلوة، فتجربة كويسة. وقاعدة في المطعم نفسه، مطعم ديكوريشن وشغل براندنج عالي خالص يعني، يفكرني بالمطاعم الأجنبية. فيعني شابوه لمايسترو برجر، حلو، تجربة حلوة يعني. واسمه طبعا البراندنج اللي هو عامله بيفكرني طبعا براندات أجنبية زي اللي احنا عارفينه طبعا، اللي هو مقاطعة حاليا. ندخل في اللي بعده، واللي بعده معانا